ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. انا عايزة اوريكم كمية الصلصة اللي احنا عاملينها دي من قد ايه طماطم. طبعا دي اول تفريزات رمضان. دي اول تفريزات رمضان بالصلصة طبعا. ما نقدرش نستغنى عنها للمكرونة للمحشي لأي حاجة. تبقى متوفرة عندك. طبعا احنا عارفين كل سنة وانتم طيبين في طوبة القوطة بتخضر وبتبقى زعقة جدا. طبعا قبل طوبة والوقت ما قرب خلاص طوبة قربت. يعني انتهز الفرصة. جيبي اللي هي برنيك الطماطم، يعني قفص طماطم واغسليه حلو وصلصيه. هيقعد معاكي من غير اي حاجه. هتحطي بس سكر، معلقتين سكر ومعلقتين ملح، ولو عندك بابريكا حطي، لو القوطه عندك مخضره، وربع كوبايه زيت، وتتسبك حلو على النار بس بعد ما تسلقيها. طبعا ما شاء الله ما شاء الله البابريكا بتزود معاكي اللون كمان، تحفز معاكي اللون. والسكر طبعا بيعادل ملوحة الطماطم. كل حاجة جميلة بتبقى زي صلصة المحلات بالظبط، اللي هي البرطمانات اللي بتبيع جاهزة. صلصة المصانع. هنسمي الله ونصلي على الرسول نشوف الكمية دي عملناها في قد ايه. هنا بص يا حبايبي قلبي، القوطة الكاميرا ظلمها باينة ان هي خضرة، بس انا عشان ما كنتش عارفة اظبط التصوير. هنا ما شاء الله جبت 3 شنط بكام يا ام اسلام؟ جبت ال3 شنط ب100 جنيه، هم 15 كيلو. وطبعا كنت جايبه كيلو ونص ب10. ركزوا معايا. طبعا كان في ب5 وكان في كده، بس مرات ابني اللي كلامها بيعجبني جابت اللي هي عايزاه، قلت يلا مش اشكال، هخصمه من مصروفها. راحت جابت لي 15 كيلو. اسكت انا؟ لا طبعا. بصوا القوطه اهي زي ما انتم شايفين. اغسلها غسله حلوه طبعا. ال 100 جنيه في الغلا اللي جاي وفي الايام اللي جايه وفي رمضان اكنهم تمن 5 كيلو. وصلت القوطه عندنا كانت ب 30 وب 20، اسعار مهوله. فطبعا ما تبقى عندك موجوده في البيت اوفر بكتير واحسن. صلوا على الحبيب المصطفى بقى ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه مسكت القوطه غسلتها. طبعا الفيديو المقطع ده اتقطع. غسلتها وشلت العقب دوت وخلصتها، وحطيتها على النار كده من غير ميه، على نار واطيه. خدت ودت لحد ما وصلت للطريقه اللي انتوا شايفينها. تمام كده. هسيبها تبرد. طبعا اوعي تضربي الطماطم وهي سخنه، او اي حاجه وهي سخنه. هنا طبعا هعبي كده واطحن. طبعا في ناس يعني بتضربها في الخلاط وبتعمل ايه وبتعبيها في اكياس كده من غير ما تصفيها براحتك. لكن القوطه الايام ديت مليانه قشر تفل وبذر. فطبعا احسن حاجه واحنا بنضربها ما بندخلش ميه خارجيه من الحنفيه، الميه اللي نازله من الطماطم زي ما انتم شايفين كده. نروح على الخلاط الجميل بتاعنا ده، تحفه، ده تحفه، تحفه نادره. واطحنها ناعمه جدا جدا جدا. واحضر بقى المصفى. انا عامله كوبايه شاي اظبط دماغي. برضو لازم انتبه لنفسي، يعني اظبط دماغي وانا بضرب القوطه. بصوا زي ما انتم شايفين انا عامله كده. واحضر مصفى وحله وافضل ايه اعصر فيها خالص، مخليش فيها لا تفل ولا بذر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين اهيت المصفى الكبيره. اعصر فيها بقى واظبطها. وطبعا احنا مع بعض خطوه بخطوه. طبعا خدت مني وقت كبير جامد، بس انا ايه يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا ايه ما ادخلش ميه خارجيه. واخد من شفشق لشفشق، يعني ما نفضيش الشفشق كله واخد منه قطعه جامده. مركزين معايا انا اللي هيست. يعني الشفشق المطحون افضي نصه في المصفى ونصه اكمل عليه قوطه تاني عشان اسهل على نفسي، عشان الخلاط عندي ما يبص. وزي انتم ما شايفين كده عصوره خالص زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله طلعت التفل والبذر ده خالص عصره. طبعا انا ما برموهوش، انا عندي طيور فانا بعينه للطيور. بحط ما احطش شفشق على شفشق وارجع الاقي نفسي مش عارفه اصفيه. مش عايزه تصفيه براحتك، اللي بيحب النظام التفل دوت والحاجات دي بتاع القطه عادي مفيش مشكله. بس ما شاء الله. لكن انا عايزاها تبقى بالظبط زي بتاعت المحلات، ولا فيها قشره ولا فيها بذر ولا فيها اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده. مش مخليه الطماطم بصوا فيها الهوا. عصرتها خساره فيا خساره ليا. هنا عصرتها كلها شفتوا زي ما انتم شايفين. بصوا اهو. ده بقى بحط عليه علف وبحط عليه تشيشه وبعمله الفراخ. احنا كلنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ولعت عليها على البوتاجاز على حلتين مع نفسها كده، تاخد وتدي بشكل ودي زي ما بنقول. ونسيبها تتسبك خالص لما تلاقيها يعني تقلت معاكي برضو التقل اللي انت عايزاه. هنا اللون باين عليه اخضر. فطبعا انا حطيت معلقتين بابريكا على كل حله، بس ما جاتش يعني في الصوره دي. هنا بصوا بحط هنا معلقه ملح وهنا احط هنا معلقه ملح. تمام كده. واحط معلقتين سكر في كل حله.
وحبه زيت. طبعا انا حاطه معلقتين بابريكا هنا ومعلقتين بابريكا هنا، بس المقطع ما جاش. السكر طبعا بتخلي الطماطم اكنك زي بالظبط المصانع، شغل المصانع بالظبط بطريقه المصانع. هنا اللهم بارك هسيبها بقى، واحط هنا ايه، ربع كوبايه زيت وهنا ربع كوبايه زيت، وتشتغل مع نفسها. طبعا القوطه اللهم بارك طول ما موجوده في البيت الخير كله موجود عندك. تعملي مكرونه، تعملي خضار، تعملي محشي، كل حاجه عندك. ما تستسهليش وتقولي لا انا هجيب برطمان صلصه والقوطه لما غليت انا هتصرف، لا. بصوا كل ما بتغلي ما بيبان حمارها ازاي يا ولاد. ما شاء الله جميله. قعدت ما شاء الله تتسبك طبعا، وخدت راحتها خالص، ما استعجلتش عليها. وسبتها كمان من بالليل للصبح لما بردت، عشان ما اعبيهاش سخنه في الاكياس، طبعا ما ينفعش. عايزه تعبيها في برطمانات تعبيها، عايزه تعبيها في اكياس تعبيها. بصوا ما شاء الله لونها بقى جميل جدا جدا، وعززت اللون بمعلقتين البابريكا. هي كده كده القوطه كانت حمرا، بس برضو عشان لما تقعد ما تديش يعني. ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين اهو. هعمل انا ايه بقى، سبتها خالص هديت، وابتدي اعبيها. عايزه تعبيها في اكياس، عايزه تعبيها في برطمانات، عايزه تعبيها في علب، براحتك خالص. وعبي الكيس على قد الطبخه، ما تعمليش اكياس كبيره وترجع تفيض منك، تاخدي منها حبه وتسيبي الباقي، زروطه وبهدله على ما فيش. فانا بعمل الكيس على قد الطبخه اللي انا بعملها بالظبط. ما شاء الله عبيتها كلها، ادتني كميه حلوه جدا. وعملت لي برطمانات، عملت منها المكرونه، بصراحه كانت روعه الروعه، روعه الروعه. بصوا هنا ما شاء الله اهو. هعبي برطمانات زي ما انتم شايفين، واحط على وشها زيت. ليه احط على وشها زيت؟ عشان دي انا هحطها في التلاجة مش هحطها في الفريزر. فطبعا ما تعمليش طبقة عفونة وتبقى كده يعني. ولما ناخد معلقة الصلصة ناخدها بمعلقة نظيفة، ما ناخدش بمعلقة مطرحة اكل مطرحة حاجة، لا. زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. وافضل اعبي فيها كلها لما اخلص الكمية كلها. وطبعا بصوا زي ما انتم شايفين البرطمانات ديت انا ما برميش برطمانات الصلصه القديمه، بغسلها واعقمها حلو واشيلها. ولما باجي استعملها برضو بعقمها، تنفعني في اي حاجه، اعمل مربى، اعمل فيها اي حاجه، بتبقى جميله جدا. بس ما شاء الله. وممكن كمان لو عندي توابل زياده، طحن توابل زياده، بدل ما اخليها في اكياس بعبيها في البرطمانات كده، واستعملها هي الاول، بعدين اخش على البرطمانات ايه التوابل. ما شاء الله بصوا. احط على وش البرطمانات شويه زيت، زيت اهو فوق وش البرطمان. طبعا انت مش عايزه تحطي براحتك، بس ده اضمن واحسن. ان كان الزيت ان كان السكر، ماده حفظ جميله جدا. ناخد بمعلقه نضيفه كده وتبقى الدنيا زي الفل معاكي، وهتبقى احسن ما تشتريها من بره بامانه، اوفر واحلى بكتير. خلاص بقى الكميه كلها تعبيه، عشان ما ايه مش معايا. بص لما تيجي تعبي في كيس، ما تحطيش منك للكيس كده عشان ما يتزروطش من بره ويقع منك اهو. زي ما انتم شايفين كده، بحط كيس جوه كوبايه جوه شفشه وبكايل، يعني انا اعتبر بملى الكوبايه. شفتوا ازاي بقى؟ انا بعمل ملي كوبايه في قلب الكيس، ملي كوبايه في قلب الكيس. عارفه طبعا انا طبختي او انا بكلف يعني بعمل قد ايه، عشان ما بوظهاش بس وتتركن عندي وكده. بصوا اهي، وهي تقيله كده وجميله ما شاء الله. بصراحه يعني مش هقول لكم والله نفعتني. انا دلوقتي فرحانه جدا بالحبه اللي انا عملتهم. وجبت بقى انا قفص تاني حطيته فين، في الديب فريزر صحيح. طبعا ما شاء الله بيقعد عندك مش هيخسر، يقعد من السنه للسنه، ما بيقولش يا عيني. طبعا جاي رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بنحتاج طماطم في كل حاجه. بصوا ما شاء الله عملت كميه روعه، بجد روعه روعه. عملوا لي اكتر من 18 كيس وثلاث برطمانات وتقال. يعني بصوا ما شاء الله دي، يعني انا لو قللت كمان كانت هترمي معايا اكتر. يلا باي، سيبكم في رعايه الله.